ان هو عنده صدر حجمه ومساحته اكبر من صدر التاني، ودي مشكله عند ناس كتيره جدا، برغم ان كتفه نفس الكتف، حجم الدراع هو بس الراجل ده شمالي، الراجل ده اصلا بيستخدم نص شمال، صح كده؟ فده بالتالي بيخليه لما يجي يزق وزن متحكم اكتر في نص الشمال اكتر من اليمين، فده بيخلي الفوكس اكتر بالوزن على العضله بتاع اللي هو بيشغلها، بالتالي بيحصل اجهاد عضلي كتير جدا للنص ده اكتر من النص ده، فطبعا النص ده اتاثر بالاجهاد العضلي وبالوزن، فبالتالي هيزيد اكتر من ده. طب اعمل ايه؟ حل ايه بقى؟ الحل ايه بالظبط؟ ان انا ابعد عن البار، لان البار ماسكه واحده بيخليني ارفع جنب وجنب لا، وفي نفس الوقت هي حديده متصله، مش هعرف افرقها عن بعضها، فيبقى لازم ابعد عن البار. هلعب مثلا الفري ويت، اجهزه الفري ويت اللي هي الوان هاند، هلعبهم الاثنين مع بعض، بس الوزن هيتحط هنا هو الوزن اللي هيتحط هنا، فبالتالي هقدر ازق الاثنين مع بعض. طيب في نقطه هنا، انا لو دي مثلا النص ده بيشتغل 10 كيلو والنص ده بيزق 12 ونص او 15 بشكل مستريح بالظبط، لا ما احطش 12 ونص هنا و12 ونص هنا، لا احط 10 هنا، انزل بالحمل للضعيف علشان اقدر اعمل اجهاد عضل الاثنين بشكل متساوي. لكن لو انا حطيت هنا شكل او وزن اتقل، ايه اللي هيحصل؟ هزق هنا بشكل كويس وهزق هنا بشكل مش كويس، فبالتالي دي هتاثر بالاجهاد العضلي ودي لا. يبقى اول حاجه الوزن، انزل بالوزن للحمل الضعيف عشان الاثنين يزقوا بايه؟ بنفس التساوي. ابعد عن البار، العب بالدمبلز، العب بالكابل كروس، العب بالفري ويت اللي هي التمارين اللي فيها وان هاند منفصل عن الثانيه، الاثنين بيزقوا ايه؟ بشكل متساوي من غير ما تكون فيهم حد متصل. ده الحل الوحيد. طيب انا عندي باي ضعيف، عندي عضله، عندي ظهر ضعيف، عندي ماجنس اكبر من ماجنس، ده كلام هنتكلم عليه في حلقه ثانيه، لكن لغايه دلوقتي مشكله الصدر اكبر من الصدر هي دي هو ده الحل الوحيد ليه. يلا بينا.